أو هذا الضال، أنا أسميه الضال الحوثي، يدرس أن ليس هناك في سنة، إنما في قرآن. هذه محاضراته في الغدير. كانت الغدير غير موجودة إلى قبل حوالي 14 عام، وجاءت التعددية السياسية وقلنا بدأ الغدير، قلنا اتركوهم، ما هي مشكلة، يعبروا عن آرائهم كذا كذا. وجاء الغدير، وكان لا يوجد غدير. وإذا الغدير ينطلق في صعطة بالآربجيات ويقتلون أنفسهم 4 5 بالرشاشة في محافظة صعطة. والغدير وما الغدير 42 سنة نسيناها. هذا جيل قد راح، وجيل جاء جديد متعلم نظيف. هذه محاضرات الحوثي. يقول الديمقراطي ممكن أن تطلع لنا ولي أمر ويكون يهودي. هذا كلامه في الغدير. أن الخلافة حقيقة الأمر لا تصلح إلا في البطنين. يعني هذا كله ما مش يشاورون في الأمر وأمرهم شورى وأنه كذا، وقد تولى عثمان وأبو بكر. هو يضر بفئات من المجتمع، فئة كبيرة وشريحة وطنية، علماء ومثقفين سياسيين. لماذا ما تركهم هذا الولد وترجعوا إلى طريق الحق؟ عندنا حوالي 200 إلى 300 شاب متحفظ عليهم، وأرسلت لهم لجنة الحوار أن عودوا إلى رشدكم، وأنتم شباب صالحين، ليس لكم أي مشكلة، عبارة عن تعبئة خاطئة، أتمنى أن تعودوا إلى الصلاة. يقولوا ما قال لنا السيد الحوثي إحنا بعده، قال الله ورسوله وكذا، هذا الكتاب بس. قالوا ما نعرف سنة، نعرف القرآن بس. مسألة الحوثي حتى اللحظة هذه، حتى والدماء تسفك من الجيش ومن الأمن، تعال يا حوثي سلم نفسك إلى السلطة المحلية في المنطقة، ولك الرأي ولك الأمان، وأنا أوصلك إلى القضاء العادل حول التهم المنسوبة إليك، وامتثل أمام القضاء. وعلى العلماء هؤلاء أن يشكلوا له محامين الذين يريدون. لكم صلب به، ما نريد قتال. الأرواح تزهد، والأطفال تفزع، والنساء تخاف. من المسؤول عنها؟ النظام السياسي أم هذا العنصر المتطرف؟